بعد نهاية مباراة رايو فاليكانو وريال مدريد، هاي النتيجة كانت متوقعة وما راح ننصدم او نتفاجئ بها، ولكن الاغلب اتوقع ريال مدريد راح يتعثر بخسارة، ولكن ريال مدريد طلع من ملعب صعب ضد فريق صعب مثل رايو فاليكانو بالتعادل السلبي. الشغلات اللي شفناها مباراة اليوم انه ماكو تنظيم بين اللواعيب، وكل من يراوغ بكيفه وكل من يلعب بكيفه، وتحسهم جاي يلعبون مباراة فردية مو لعبة جماعية. هذا الشيء خلى ريال مدريد يتعثر للمباراة الثانية على التوالي ويخسر النقاط الثمينة اللي كان من الممكن انه يكتسبها ريال مدريد، لان هاي المباراة شفنا فقط بيلينغهام واردا جولر، اما الباقي كلهم مو بيومهم. مع هذا ريال مدريد يتعثر بتعادل ويبقى محافظا على صدارة الليغا، وما راح نشوف 12 يوم او 13 يوم للتوقف الدولي. نتمنى بهاي الفترة انه اللواعيب يحافظون على مستواهم وما يتعرضون للاصابة، وتشافي الونسو يلقى الحلول اللي افتقدها في المباريات السابقة والجولات الماضية حتى يحسن الاداء بالمباريات الجاية. كل احنا نقول انه الاخطاء بداية المباريات والمنافسات افضل من نهاية المباريات والمنافسات. ليش؟ حتى بالبداية تقدر تصححها، لان بالنهاية ما راح تقدر تسوي شيء. احنا كمشجعين للنادي الملكي ويا ريال مدريد بالتعثر قبل الانتصار دائما وابدا. هلا مدريد.